وكمناهج تغيير. وأنا أدين الله أن المظاهرات لم ولن تكون على الإطلاق منهجا من مناهج التغيير. فاكرين القصة اللي بقولها دايما قلتها في خطبة العيد بتاع جحا؟ فاكرينها ولا ما تعرفوش جحا؟ راجل صالح سعي عنه. بالتالي لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذكر، ولذا فعليه أن يعلن توبته. يبقى إذا المرحلة الأولى من الكلام إنه يعلن توبته، إنه الرجل يتفهم، يجيبه يستدعيه شيخ الأزهر، يدعيه يستدعيه وإذا لم يعلن ويناقشه ويبين له. وإذا لم يعلن يعلن هذا إنه يتبرأ من هذا الكلام مما قال. وإلا أرجو بقى تحط علامتين تحت الكلمة اللي جاية. وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءا لفتنته حتى لا يستفحل الأمر. عوام لما نزل زويل يقول لهم دولة مدنية. مدنية يعني ايه؟ يعني امك ما تلبسش حجاب. ليه؟ انا طب ما انت قلتش مراتي ده حق. يا حبيبي لان ده هيفرق بين المسلمة والنصرانية. احنا عايزين دولة لا تفرقة فيه، عايزين دولة ليبرالية. يعني ايه ليبرالية يا برادعي؟ يا ايها الليبرالي اللي بنتك متجوزة نصراني كافر، اللي بنتك المسلمة متجوزة نصرانية لانها ليبرالية غير اسلامية، انما حضرتك ليبرالي اسلامي. يعني ايه ليبرالية؟ ليبرالية يعني اي حكم يحكمنا الا الاسلام. ليبرالية يعني ما فيش حاجه اسمها راجل وست، ممنوع رجوله اصلا، ما فيش حاجه اسمها نتكلم عن الرجوله. ده مش كلامنا، ده كلامهم هم، ده الفاظهم هم. لسه دلوقتي لو طلع لها اي واحد ظريف لطيف، ايوه يا عم تعالى هات الراجل الطيب بتاع هيئه الطاقه الذريه اللي ضيع العراق اهو، هاتوه يحكمنا يا جماعه. او الشاب المخترع بتاع الفيمتو سكند ده ويل اللي بيقول عايزين دوله علمانيه لا دينيه، ده هاتوه يا جماعه يحكمنا يا جماعه. هاتوا يا جماعه الناس الظريفه دي. ما هو الشعب ما هوش عارف حاجه. طلع وحسن نصر الله بتاع الشيعة طالع يشتم في فلسطين ويشتم في مصر. وإيش يا حبيبي انت بتشتم في مين؟ احنا بقالنا 6 ايام مجازر في غزة يا اخي. صاروخ واحد من صواريخك كنا نشوفها. بلاش جعجعة بقى، بلاش اقتياد بقى ونهشف جثة غزة بقى اكتر من كده. بلاش بقى طلوع على القضية الفلسطينية اكتر من كده. ومن امتى فلسطين كانت بتهمكم؟ تاني يوم بعد الضرب ما حصل ال 200 واحد اتقتلوا في غزة، الشيعة على مواقع النت على الرمز بتاعت الياهو ماسنجر، على الرمز بتاعت الياهو بيقولوا تسلم ايد الطيار اللي قتل ال 200 واحد. صورتهم الحقيقية بقى هم حقيقة امتى الشيعة عشان قضيه فلسطين؟ امتى الشيعة كانوا قضيه اسلام اصلا؟ ده الشيعة مكفرين السنه من اولهم لاخرهم. الشيعة عندهم المليار و200 مليون سني على وجه الارض كفره بالنسبه لهم. من امتى؟ كفايه خداع بقى، كفايه يا اخي. صاروخ بلاستيك حتى يا اخي اضربه يا اخي. صاروخ حتى على روح الخميني اللي فضل يسب في ابو بكر وعمر اللي كانوا سبب في اسلامه. صاروخ يا اخي حتى صدى على روح. يمكن شتموا لابو بكر وعمر ولعنوا ليهم ربنا يغفر لهم. يا اخي احنا يا جماعه عايزين كشف الاقناع. الشيعة دول قبل حزب الله كانوا عاملين حركه امل في لبنان. حركه امل عملت مجازر في الفلسطينيين اكتر من اليهود عملوها. ممرضه هناك شافت مجزره على ايد اليهود ومجزره على ايد الشيعة. لما شافت الجثث اللي الشيعة قطعوها قالت لا ده اليهود ارحم، اليهود ارحم من الشيعة. حسن نصر الله كان جندي في حركه امل الشيعيه اللي عملت مجازر ضد الفلسطينيين اللي في لبنان. كفايه خداع بقى. مين اللي سلم العراق لامريكا مقابل انهم يمسكوا الحكم؟ مش الشيعة. كفايه. مين اللي دخلت امريكا على كتافهم في افغانستان مقابل ان يبقوا لهم دور قيادي هناك؟ مش الشيعة. كفايه خداع بقى، كفايه. اللي عايز يعمل حاجه الشيعة يا جماعه لما بيجوا يتشاكلوا مع بعض، لما واحد منهم بيغضب بالتاني وعايز يشتم التاني، عارفين بيقول له ايه؟ بيقول له عظم سني في قبر ابوك. بيعتبروا ان عظم واحد سني في قبر حد منهم دي مصيبه، دي كارثه. هي دي حقيقه احساس سواء حسن نصر الله ولا غيره ان احنا كفايه سقوط الاقنعه. فضيحه اهو، 6 ايام بنتذبح اهو. ورينا صاروخ، ورينا حاجه غير الكلام. انا اقول الان حتى ولو اخاطب الان شبابنا وهم يسمعونني بفضل الله تبارك وتعالى، اخاطب الشباب سواء من يقتل او من يقتل. وأقول لهم حتى ولو لم يوجد رجل أمن، حتى ولو لم يوجد الجيش، أنسيت أن الله يسمعك؟ أنسيت أن الله يراك؟ أنسيت أن الله مطلع عليك؟ أنت خرجت بنية الإصلاح يا أخي. أنت تريد أن ترجع الآن ويدك ملوثة بدم أخ من إخوانك؟ أنا أخاطب المسؤولين الآن، أخاطب السيد النائب وأخاطب رئيس الوزراء وأخاطب المسؤولين، وأنا سمعت كلاما منهم كلاما عاقلا متعقلا اليوم، وأنا أتابع لحظة بلحظة بل ثانية بثانية، وأنا أقول لهم
لا تتركوا هذا الشباب يلتحم غدا مع شبابنا في ميدان التحرير فكلهم أولادنا. أنا أخشى من بوادر حرب أهلية حذرت فيه منها على قناة العربية وعلى قناة MBC وعلى قناة المجد وعلى شاشة المصرية. أنا أحذر من بوادر حرب أهلية بذرت بذور فتنتها في الليلة الماضية واستمرت اليوم، وأخشى ما أخشاه غدا. أنا كنت مع إخواننا ومع أولادنا يوم الثلاثاء على الأرض، كان كل همي وكل ما أريده اوعى حد منكم يتحرك لقصر الرئاسة، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء. حكمته هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. عايز أقول يا شباب إن اللي يرجع دلوقتي بيته ويبعد نفسه عن قتل الناس في ميدان التحرير وعن إصابة بعض الناس في ميدان التحرير فكأنما أحيا الناس جميعا. الله. واللي هيفضل موجود ويفضل في قتال وصراع مع غيره وهينزل ناس وهتقع وتموت وناس هتصاب فكأنما قتل الناس جميعا. أنا لا أقول هذا مبالغة، كلام من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أقول حاجة مفارق للجماعة بأي حق ندي فرصة. هتقول لي ما أنا ما قتلتش، أنا ما عملتش، أنا قايم بعترض. أيوه حبيب قلبي، ما احنا قلنا في أول حلقة قلنا إن تغيير المنكر لو هيترتب عليه منكر أكبر فيحرم تغيير المنكر. أنت الآن موجود في مكان مظنة إن يدخل ما بيننا مندسين وأصحاب أجندات خارجية وما أكثرهم ونفسهم يشعلوا شرارة الفتنة. وعلى فكرة وكل ما الدنيا بتهدأ السعري بيحصل ايه؟ ناس بتخش بتشعلل. ليه؟ ليه مصلحة. ليها مصلحة. ويمكن في احدى القنوات اذكر ان في شاب طلع قال والله وانا واقف، وده شاهد عيان، قال والله وانا واقف لقيت واحد ماسك الموبايل بيقول لواحد مين هو ما يعرفش، بيقول له لو سمحت ما جبتش الفلوس دلوقتي هلم الشلة اللي معايا وهنمشي. فلوس. هل هذا يعني قبل ما أن نتركه مؤقتا للذهاب للصلاة ثم نلتقي بعد الصلاة إن شاء الله. تتوقع أن يعود الشباب، أن يعود الموجودون في ميدان التحرير بسبب أو بدون سبب إلى منازلهم اليوم يا فضيلة الشيخ؟ أنا أتوقع إن شاء الله، والله عندي حسن ظن وبحب شبابنا. أصل شبابنا دول السعادة أنا عايش وسطهم بقالي 20 سنة دعوة وشايف شبابنا طيب قوي. شبابنا أنا لو نزلت أنا وأنت السعادة دلوقتي حالا، والله لو نزلنا ميدان التحرير دلوقتي والله العظيم وقلنا كلمة نذكرهم بالله هتشوف الدموع على خدودهم. أنا أما قابلني الشباب لا تتخيل بقى يقابلني وعمال يبكي يقول لي هتصلي معاهم في الميدان؟ أنا مستعد أصلي معاهم في الميدان وتقول لهم عودوا؟ مستعد، على استعداد والله، على استعداد. دي بلدنا، أنا مستعد بجد والله، ولو حتى يعني أهريق دمي في ميدان التحرير أنا على استعداد، بس الشباب يرجع. أنا مستعد والله، ما بقولها مجاملة ولا شعارات، أنا مستعد فعلا أضحي بدمي علشان البلد تعيش. والله العظيم محتاجين ان احنا نحس بالمسؤوليه يا شباب. وانا عندي حسن ظن بشبابنا ان في منهم كتير، انا ما بقولش كلهم هيرجعوا، بس في كتير منهم هيرجعوا لانهم اكيد هيعرفوا الحق. وكتير من الشباب عودوا، ربنا يبارك فيكم، ابوس ايديكم ارجعوا لبيوتكم. والشباب صنفين، اللي بيحب الريس ارجع، انت نزولك بيضر الريس، واللي ضد الريس بقول له ارجع لحد ما الحكومه تنفذ اللي وعدوا بيه، وان شاء الله هيتنفذ. ولو ما تنفذش يا شباب ان شاء الله ان شاء الله كل حاجه هتيجي، ولكن باللين يا جماعه، وربنا يبارك فيكم، وبلدنا ما فيش اغلى منها ان شاء الله. ان شاء الله. انا بقول للدنيا كلها انتخبوا الشيخ حازم صلاح. وزي ما هوريكم دلوقتي مفيش حاجه اسمها اخوان مسلمين وجماعات اسلاميه، كل واحد. هو احنا الفقر اللي احنا فيه الا بسبب ترك الجهاد؟ مش كنا لو كل سنه عمالين ناخده مره ولا 2 ولا 3 مش كان هيسلم ناس كثيرون في الارض؟ واللي يرفض هذه الدعوه ويحول بيننا وبين دعوه ناس مش بنقاتله وناخدوه نسرى وناخدوا اموالهم واولادهم ونسائهم، وكل دي عباره عن فلوس. كل واحد مجاهد كان بيرجع من الجهاد وهو جيبه مليان، ليه معاه 2 3 شحطه و3 4 نسوان و3 4 ولاد. اضرب كل راس ب 300 درهم ولا 300 دينار ولا حاجه، ترجع بماليه كويس. لو هو راح عشان يعمل صفقه تجاريه في بلاد الغرب عمره ما يعمل الاموال دي. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا شيخنا بس حكم مشاهدة مباراة كرة القدم لو سمحت. اي نعم سمعت. في الحديث الصحيح
في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وولده وفرسه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطلان كل لهو. فلذلك يعني دروس الإنسان أمام المباريات وهذه الأشياء مرتكب للهو الباطل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. حمرة ايه اللي حمرة بالظبط؟ كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وولده وفرسه. لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انا لو اعرف ان اخلي واحد امره يصلي بالناس واروح لناس بيصلوا مش ترتيب الصلاة، بيصلوا في بيوتهم واحرق عليهم بيوتهم. ايه الحديث الغريب ده؟ لانه لازم يصلي، لازم المجتمع تتراءى فيه البعد عن المعاصي.